born with it. براد بيت ومسيرة تمثيل غريبة. بدايته كممثل درامي بأفلام درامية جادة، وترشح عليه الأوسكار على فيلم 12 مونكي، وقدم وراه فيلم رائع 7. بس وراه دخل فترة غريبة، فترة تخبطات، وقام يمثل أفلام أكشن وكوميدي، مستر أند مسز سميث وسناتش وسلسلة أفلام أوشن. وظلت مسيرة براد بيت غريبة وتتقلب، فترة نشوفه بالقمة ويترشح للأوسكار، وفترة بعيد عن الأضواء ومختفي تماما بأفلام عادية وحتى أقل من عادية. وبهذا الفيديو راح نشوف شنو اللي صار مسيرة براد بيت. بعد بداية متواضعة وبأدوار بسيطة بسنة 1988 بمسلسل 21 جامب ستريت وفيلم The Dark Side of the Sun. واستمر براد بالظهور بأدوار بسيطة بأفلام غير معروفة وغير مشهورة من نهاية فترة الثمانينات وحتى بداية التسعينات. 1993 سنة مميزة لبراد، فيلم كاليفورنيا، أول فيلم لبراد بيت يحصل بيه على دور رئيسي بالفيلم، وبراد بيت لعب هذا الفيلم شخصية الشرير، وكان الأداء روعة جذب أنظار الكل عليه، وبرز بالفيلم أكثر من ممثل يمثل دور البطولة بالفيلم. وبدأ ورا هذا الفيلم تجي أدوار رئيسية أكثر، مثل سنة 1994 The Interview with the Vampire وفيلم The Legend of the Fall. تجي سنة 1995 سنة مميزة لبراد بيت، قدم بيها فيلمين أقوياء كلش، فيلم 7 ويا ديفيد فينشر، وهذا الفيلم بداية تعاون راح يستمر بالسنوات القادمة مع المخرج الأسطوري ديفيد فينشر. وفيلم 12 مونكي اللي ترشح عليه أوسكار أفضل ممثل مساعد وفاز جائزة الجولدن جلوب ذيك السنة. ينهي براد بيت فترة التسعينات بسنة 1999 فيلم فايت كلاب، أكثر فيلم مشهور لبراد بيت، وهذا ثاني فيلم لبراد بيت ويا المخرج ديفيد فينشر. لحد الآن مسيرة براد بيت تمام، بس بسنة 2000 براد بيت ياخذ مخاطرة غريبة، خصوصا بعد سلسلة الأفلام الجيدة والممتازة اللي قدمها فترة التسعينات. بسنة 1998 براد بيت شاف فيلم للمخرج جاي ريتشي اسمه لوك ستوك اند تو بارلز، فيلم كوميدي بريطاني. براد بيت اعجب هذا الفيلم، ومن سمع بسنة 2000 المخرج قاعد يشتغل على فيلم جديد، تواصل ويا المخرج وراد يشارك بالفيلم بأي شكل من الأشكال. المخرج بالبداية رفض لأن ميزانية الفيلم كانت بسيطة وقليلة، وبراد بيت أجرى عالي، بس توصلوا إلى حل وبراد بيت شارك بالفيلم وحصل على دور بطولة، والفيلم ممتاز، فيلم أسطوري، فيلم سناتش. والمخاطرة اللي خذها براد بيت نجحت، وقدم أكثر دور مميز لبراد بيت. وراها براد بيت بدأ ياخذ أدوار غريبة شوية، فيلم ذا مكسيكان، فيلم عادي وتعبان، وسلسلة أفلام أوشن الكوميدية، وفيلم أكشن مثل مستر أند مسز سميث ويا أنجلينا جولي. توجه غريب لمسيرة براد، بعد ما كان قدم أفلام ممتازة بدأ ياخذ توجه غريب وقرار غير مفهوم، تفسيره واحد اللي هو الممثل يريد فلوس، فبدأ ياخذ هاي الأدوار. وهاي الأدوار شوي أثرت على براد بيت، ما قام يحصل أدوار جدية وابتعد عن أفلام اللي تحصل على ترشيحات وجوائز الأوسكار وغيرها. بس بسنة 2008 بدأ براد بيت يرجع للأفلام القوية، وقدم فيلم The Curse of the Benjamin Button ويا ديفيد فينشر، وهذا الثالث فيلم لهم سوية، وترشح للأوسكار، عودة بعد غياب 8 سنوات عن الجوائز. وب2009 فيلم Inglourious Bastard ويا كوينتين تارانتينو، فيلم ممتاز آخر. وب2011 ماني بول، فيلم رائع جدا وترشح عليه أوسكار. براد بيت عدل مسيرته إلى الآن، وبراد بيت نجح تعديل مسيرته لحد 2011. ب 2012 Kill Them Softly، فيلم غريب آخر، فيلم تعبان مرتلخ، فيلم أكشن، فيلم تعبان أكشن قدمه بعد العودة اللي سواها. 2013 World War Z، فيلم أكشن مرتلخ، رجع براد بيت لتخبطاته باختيار الأدوار. 2014 قدم فيوري كان زين، مو بس زين، ممتاز كان، بس هم يظل بإطار الأكشن. سنة 2015 قدم فيلم تعبان اللي هو By the Sea ويا أنجلينا جولي. و2016 Allied، فيلم تعبان مرتلخ. 2017 فيلم ميزانيته 70 مليون ويا نتفليكس اسمه وار ماشين، والفيلم ما حد شافه ولا حد در عليه. تخبطات غريبة لمسيرة براد بيت بهاي الفترة، اختيارات غريبة وأفلام أكشن وأفلام جدا غريبة. الممثل بموهبة وشهرة براد بيت مفروض ما يختار هيش افلامه. الكل اعتقد بهاي السنوات انه براد بيت خلاص ما راح ياخذ الاوسكار، ما راح يحصل على الاوسكار ابدا بعد التخبط اللي صار له بهاي اخر فتره. بس بسنه 2019 المخرج كوينتين تارانتينو قال لا، وانطى لبراد بيت دور ممتاز في فيلم Once Upon a Time in Hollywood، فيلم كان ويا ليوناردو دي كابريو، واحسن شيء كان بالفيلم اللي هو اداء براد بيت، واللي حصل عليه الاوسكار اخيرا. رجع براد بيت لواجهة الجواز اخيرا، بعد الكل اعتقد انه براد بيت خلاص ما راح يحصل اي جائزة.
ورا ما أخذ براد بيت الأوسكار أخيرا تقريبا ما بقى أي شيء إليه يسوي من ناحية الجوائز. هو بعمر كبير كلش 61 سنة حق، فبدأ يرجع يقدم أفلام الأكشن المعتادة اللي كان يقدمها. فهاي مسيرة براد بيت بهوليوود، مسيرة بها تخبطات، بس الحلو بالمسيرته إنه ما تنتهي. الممثل مهما يقدم أفلام سيئة وتعبانة يظل تقريبا بالقمة، وما ينتهي. الممثلين انتهوا غيره هواي. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher.